قال ايه؟ ما بنعملوش غير في رمضان عشان السحور، وغير رمضان والسحور ما بنعملوش؟ لا طبعا، ده احنا كمان بنشتريه من بره. طب وعلى ايه اشتري كيس ب10 جنيه ما ياكلش فردين؟ لا، ده انا اعمله في بيتي وبنظافه لولادي واحسن كمان من بره. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لورندا. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايده للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. اول حاجه حبايبي، حطينا حله على النار فيها ميه. بعد كده ابتديت اعصر ليمونه كده محترمه على الميه دي اول حاجه. بعد كده جبت نص كيلو فول، انا نقعاه حوالي 4 ساعات. ما تطوليش عليه في النقع عشان القشره بتاعته ما تخرجش بره الفوله وتجلد. دي حاجه. الحاجه التانية، تروحي للراجل تقولي له عايزه فول تدميس. بعد كده نزلت عليها، المفروض بحط معلقتين فول مدشوش اللي هو فول الطعمية، ما كانش عندي بصراحة، فنزلت عليها بمعلقة كده، معلقتين من الرز ومعلقتين من العدس الأصفر، بس كده. ونزلت عليها بمعلقة كده محترمة من البابريكا، اسيب الفول على نار عالية لغاية ما يغلي اول غلوة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. حطينا برضو حلة تانية على النار فيها مية، وجبت هنا نص كيلو من القمح، نقعته برضو حوالي 4 ساعات، وغسلته. وهبدأ بقى انزل على المية بكمية القمح اللي احنا غسلناها. انا هنا عاملة نص كيلو فول ونص كيلو قمح. بعد كده نزلت بمعلقة واحدة من الرز. الرز بتاعنا عادي، جبت معلقه غسلتها كده وحطيتها. المعلقه ديت بتخلي البليله تقيله كده والميه بتاعتها حلوه. هغطي بقى عليهم وهسيب البليله تغلي على نار عاليه، وهسيب الفول كمان يغلي على نار عاليه اول غلوه. هنا الفول ابتدى غلى معايا اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هننقله على عين اصغر عين عندك على البوتاجاز. بصوا العين الصغننه خالص دي هنولعها، وكمان هنهديها. وهنزل احط بقى الحله، وكمان هحط عليها حله زي ما انتم شايفين كده فيها ميه، والميه دي كمان انا هغطيها عشان لو الفول عايز ميه، يعني اخد منها تكون ميه سخنه. هتبقى سخنه، فلو الفول حسيت ان هو محتاج فهزود منها للفول. تمام كده، تمام كده. هيقعد قد ايه؟ حوالي من 6 ساعات ل8 ساعات. هنا بقى البليله بتاعتنا على نار عاليه قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي ربع ساعه. بقت بالشكل معانا دوت. هنعمل ايه؟ هنطفي وهنغطيها وخلاص وهنسيبها. هي بقى هتكمل سواها، يعني يا دوبك بس ربع ساعه. انت نقعها كويس، سيبيها ربع ساعه او 10 دقايق تغلي، وكمريها بقى، غطيها وسيبيها. هتلاقيها بصي بقت معاكي بالشكل ده. تقلت الميه اللي لو كانت كشيره بتبقى خلاص اتشربت منها. ولو انت بتحبي الميه بتاعتها قوي، يعني احنا بنضيف عليها لبن حليب، يعني لو بتحبيها كده يعني فيها ميه، زودي الميه شويه. احنا هنا خلاص تقلت معانا، هنبدا بقى نعبيها في كيس، وكده البليله بتاعتنا خلصت. البليله ما بتاخدش وقت خالص يا جماعه، على طول ساعتين زمن، 3 4 ساعات خلصتي لو انت نقعاها كمان. هنا بقى هنعبيها في اكياس كده، كل كيس على حسب الاكله اللي انتوا بتاكلوها، بس كده. ده بالنسبه للبليله، وهنشيلها بقى فين؟ في الفريزر. نبدا نعمل ايه؟ الفول بتاعنا كان بقى ايه؟ خلاص استوى. بصوا خلاص انا كده طفيت عليه او هطفي عليه، خلاص بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هنبدا نعمل ايه؟ بصوا الفوله يعني اهي، بصوا جميل ما شاء الله. ولا نشتري من بره، ولا الكيس ياكل نفرين ولا 3. لا، طب ما احنا ليه؟ ما احنا نعمله في بيتنا وطول السنه يبقى موجود في الفريزر عندك. فطار، عشاء، اي حاجه، ما فيش مشكله يعني. ده حاجه حلوه في البيت. هنا بقى ببدأ برضو أعبيه كده في أكياس. الحاجات دي بتنفع جدا يا ولاد في الفطار والله. أحلى من أحسن من أي حاجة. كيكات، شوية فينو، شوية فايز اللي كنت عاملاه في الفيديو اللي فات. الحاجات دي بتبقى حلوة جدا الفطار. هنا بقى هعبيه برضو في أكياس كده، وبرضو هشيله بقى في الفريزر. وكده يبقى عملنا فطار. عندنا بليل للي عايز، عندنا فول للي عايز، بقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه معانا.
ولا تشيلي هم فطار ولا حاجة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.